السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وعافية. اليوم وصفتنا هي من اطيب الاكلات اللي فصل الشتاء. اكلة شتوية اليوم هي حامض شلغم. عندنا هنا اول شي شلغم مقشرته ومقطعته تقطيع حسب رغبتكم انتو شلونكم تحبون، اكبر اصغر، بس هيجي يكون متوسط افضل. وعندي هنا سلق قطعته، واذا ما متوفر عندكم سلق عادي تخلون سبيناغ، وتمن يفضل انه تمن عنبر حتى تكون ينطي نكهة اكثر طيبة. نجي هنا نخلي دهن او زيت شنو تفضلون. بعدين راح احمس بصل، نخلي الى ان يذبل البصل، نقلبه شوية. بعد هي راح نجيب السبيناغ او السلق اللي متوفر عندكم. بعد ما ضفنا السلق راح نقلبه شوية ونتركه الى ان يذبل. طبعا نخلي له شوية لمن دوزي حتى يكون ينطينا لون هيجي اصفر وينطينا هم حموضة طيبة. واذا ما تحبون تخلون حامض عادي ماكو مشكلة بدون لمن دوزي. لمندوزي هو اكو بعض يسموه ملح الليمون اذا احد ما يعرف اللمندوزي. راح نتركه الى انه يذبل، شوفوا، او يستوي ويتغير لونه الى يصير اصفر فاتح. طبعا اذا ما تخلون ملح الليمون اللمندوزي ما راح يصير اصفر فاتح، بس يذبل. هسه راح اضيف الشلغم وياه حتى شوية ينحمس وياه يطلع نكهته طيبة. راح انتظرهم شوية الى ان يذبل اكثر السلق. بعد هنا شفتوا حبايبي شلون ذبل عند السلق والشلغم اتغير لونه. راح اجيب هسه اضيف المعجون. طبعا المعجون تضيفوه حسب الكمية اللي انتم مسويها. هنا انا ضفت 3 خواشيق او 3 ملاعق من المعجون. انتو الكمية شقد، اذا اقل طبعا تخلون ملعقة واحدة او ملعقتين. راح احمسه شوية ويا المواد الشلغم والسلق. بعدها راح اضيف المي. المي خلون شوية زايد مي لان راح يصير التمن بيه فيسحب المي كله مالته. راح انتظره الى ان يفور. هنا بعد ما فار عندي راح اجيب اني منقعة التمن العنبر، يكون افضل ينطي نكهة كلش طيبة. واذا ما متوفر عادي التمن العادي خلوه عندكم، بس التمن يعني خلوه كلش قليل لان راح يتضاعف حجمه بالطبخ. هنا ضفت شوية كركم دارسين والملح. تحبون انتو تضيفون بعد نكهات عادي براحتكم.
بعدها نتركه إلى أن يستوي التمن وتتجانس المواد عندي. طبعا القوام مالته تحبوه انتو خفيف، مجرد ما يستوي التمن والطفو، او تحبوه شوية اذخن. شلون اني هسه مسويته، انا حبه هذا القوام. بعد ما استوى التمن هذا راح يكون قوامه، وهاي النتيجة النهائية بعد ما برد. اتمنى ان شاء الله يا رب يعجبكم، وطوني رأيكم بالتعليقات، والف عافية.